السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احباب؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل حاجة حلوة وبسيطة وعلى قدينا، يعني تكاليفها على قدينا، بأقل حاجة هتعمليها. معايا نص كيلو كنافة متلجاها وفرماها، ومعايا منجاية كانت في الفريزر عندي، ومعايا 3 معالق زبدة او سمنة المتاح عندك. هسيحهم على البوتاجاز. احنا هنعمل كنافة بالمانجا. هسيحهم على البوتاجاز وهحمرهم زي الشعرية كده بالظبط. عيد ميلاد مريم، فانا قلت افرحها باي حاجة. انتوا عارفين احنا في اخر الشهر، فقلت افرحها باي حاجة، فعملت لها الصينية دي باقل تكاليف عندي. يعني باقل التكاليف عملنا حاجة حلوة لولادنا نفرحهم بيها. انا بقلبها. الكمية جت كتير على الطاسة فقسمتها على نصين، بقلبها وايدينا فيها على طول. مش هنسيبها عشان ما تتحرقش مننا او تتلسع منك، وننزل اللي في الجناب عشان اللي في الجناب بتلسع قبل اللي في النص. زي ما حضراتكم شايفين كده، نقلبها كويس، ومش انا ايدي مش هتسيبها لغاية اما اخلص الكمية كلها. زي ما حضراتكم شايفين، نقلب، نجيب اللي من تحت ومن فوق ومن الجناب. ممكن تحمريها في الفرن عادي، بس عينك هتبقى عليها على طول. اهي الكميه كلها اتحمرت اهي يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. زي ما حضراتكم شايفين، انا عملت لها شربات عشان هسقيها بالشربات. ممكن تسقوها بالمانجا، تسكروا عصير المانجا وتسقوها بيه. انا سقيتها بالشربات. مع كوبايه سكر، كوبايتين سكر، كوبايه ميه، عصره ليمونه، وظرف الفانيليا بعد لما يغلي الشربات. انا هنا حطيت الكنافه تبرد بعد ما خلصت الكميه كلها، وبعدين هسقيها بعد ما اعمل كريم جانتيه. انا معايا هنا ظرف كريم جانتيه، ومعايا نص كوبايه ميه مثلجه. هحط نصها، ولو عوزت تاني هحط النص التاني، حبه حبه يعني. هنضربها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اهي طلعت بالشكل ده الكمية دي. هسقي بقى الكنافة دي بالشربات. الشربات طلع معايا كوباية شربات. هسقيها، اغلفها كويس قوي بالشربات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. وتعليق حلو كده زيكم تفرحونا بيه. اهو بسم الله ما شاء الله. يا رب وصفاتنا تكون بتنال رضاكم واعجابكم. اغلفها كويس قوي بالشربات. زي ما حضراتكم شايفين، انا خلاص كده حطيت الكميه كلها. كوبايتين السكر وكوبايه الميه عملوا لي كوبايه شربات. انا عايزاه تقيل شويه، مش خفيف قوي، تقيل شويه. كلنا عارفين الشربات بيتعمل ازاي بتاع الكنافه. اهو زي ما حضراتكم شايفين، انا بقلبها كويس عشان الشربات يخش في كل حبايه شعريه كنافه. هنجيب بقى البايركس اللي هنعمل فيه الكنافة. يعني انا الحمد لله بأقل حاجة عندي فرحت بيها بنتي الحمد لله. انتوا عارفين ان احنا في اخر الشهر طبعا، والاسعار بسم الله ما شاء الله، فبحاجات خفيفة فرحت بيها اولادي. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها بإذن الله. انت بقى على حسب الكمية اللي انت عايزاها والمتاح ليكي وفي مقدرتك. زي ما حضراتكم شايفين، احنا هنعمل اول طبقة. هنحط مكعبات المانجا، هنحط كريم الجانتيه معلقتين كده، معلقتين. يعني انا كان عندي المانجاية وعندي السكر وعندي الزبدة. جبنا كريم جانتيه. الظرف ب10 جنيه، والنص كيلو كنافة ب15. بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين اهو.
يعني هو الذواق على قده كده والحاجة على قدها، يا رب بس ايه تعجبكم. بس طعمها طلع في منتهى الجمال، وبنتي فرحت وبقت مبسوطة، دي اهم حاجة. بسم الله. اهو زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت الطبقة التالتة اللي هي ايه الكنافة، هضغط عليها كويس كده عشان كله يمسك في قلب بعضه. زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هننزل بالطبقة التانية اللي هي هننزل برضو بكريم جانتيه، وبعد كده مانجا، وبعد كده نحط اخر طبقة اللي هي الكنافة الباقيين. بسم الله. الحمد لله، الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. زي ما حضراتكم شايفين كده احنا ضغطنا عليها كويس، وهتخش بقى في التلاجة، هي بتتاكل باردة ما بتتاكلش سخنة. يعني بعد ما نخلصها هنحطها في التلاجة. انا حطيت الطبقة التانية اهي، الكريم جانتيه والمكعبات المانجا. هنزل بقى بالايه بالكنافة الباقية زي ما حضراتكم شايفين كده. كده بنزل بالكنافة الباقية اهي، نزلنا بيها. متنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي، والتعليق الحلو زي ما حضراتكم شايفين. هنزل بقى باخر كمية في الكريم جانتيه، والتشكيل في الاخر زي ما حضراتكم شايفين. هي حاجة بسيطة، تشكيل بسيط جدا ما فيهوش اي حاجة. السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة